الشلهوب محمد على الركلة الترجيحية الأولى بالنسبة للهلال. محمد لعبها، يا سلام، لعيب يا محمد، ما يكبر في السن أبدا محمد الشلهوب، يتم ولد حبوب وصغير وحطها على فايز في المرمى في التسعين. هذه لو يحاول فيها أسبوع ما يجيبها، هذه ركلات مستحيلة. واحد الهلال من الركلة الأولى. فمن يتقدم من النادي الأهلي؟ اللاعب مارسينيو وحسن العتيبي، ما بدلوه، فهل يبدلها أم أن مارسينيو يرسل له واحدة في المرمى ويعدل النتيجة؟ نتابع ونشاهد. مارسينيو تأخر في التنفيذ، فهل من ارتباك؟ تقدم ولعبها في المرمى رغم أن العتيبي قاب قوسين أو أدنى من التصدي لها. 1-1، مهد لا أفضلية على الثاني. 1-1. وافونا بنتيجة الرائد والوحدة. البلنتيات ركلات ترجيح هناك ايش سووا؟ مستمرين في الركلات. تأهل الوحدة بركلات الترجيح 4-2 الآن. إذا الوحدة أول فريق في الدور نصف النهائي. الآن ليونغ الكوري وفايز. ليونغ بيلعبها بعيدة برا وضاعت. ليونغ أهدرها الكوري يهدر ركلة ترجيحية للهلال. قد تكون نقطة تحول في ركلات الترجيح. وين حق الشلهوب حلوة، لكن حق ليونغ أبدا ما كانت حلوة، بعيدة لكنها حلوة للهلاويين. حلوة، شوف فرحتهم في الباك جراوند، فرحتهم. شوف كامل الامور كيف احتمل كانه سجل هدف. الان الصربي نيكولا بيتوكوفيتش قدمه قويه لكنه مدافع، لعبها في المرمى ايضا وبنفس الطريقه. العتيبي مرتين يروح على الكوره لكن ما شالها، مرتين يروح على الكوره لكن ما شالها. اقترب الاهلي خطوه نحو التاهل. الأهلي أرادها أن تذهب لركلات الترجيح وحدث له ذلك، والآن يتفوق بفارق ركلة عن الهلال. فايز الخيبري، تذكرون يشبه مين هذا الحارس؟ أذكركم بواحد، تذكرون شاكر العليان؟ والله فيه لمحة كبيرة من شاكر العليان. صحيح لي يتهيأ شاكر العليان حارس مرمى المنتخب السعودي في كأس آسيا عام 92 في هيروشيما. وليد الجيزاني في موقف صعب للغاية، وفايز العليان في المرمى، جول بهدوء حطها لكنها مشت وسجل الهلال. حارس نادي النصر في فترة من الفترات اللي نتكلم عنها شاكر العليان، والله يشبه فايز الخيبري، نفس ستايل الوجه والشعر. الركلة للنادي الأهلي، ركلات أعصاب، وهذا أهلاوي الله يعينه ويدعي بالتوفيق لجفين البيشي، مدافع أيضا، هو اللي راح يتقدم. جفين وعتيبي بيلعبها في المرمى للنادي الأهلي. خطوة للأمام للراقي، وتلقي بالضغط الكبير على محيي الزعيم. الترجيح ترجح كفة الأهلاوية الآن حتى الآن، إلا إذا أكثر لقطة قد تكون محرجة للهلاليين هذه الركلة، ركلة نواف العابد والعليان في المرمى. نواف بثقة تأخر وفكر ولعبها وضيعها.
الركلة محرجة للهلال. التردد الكبير لنواف، معليش يا نواف، راح اذكرك ان مارادونا ضيع وزيكو ضيع وكثير ضيعوا، اما هذه اللقطة القادمة قد تكون لقطة صعود النادي الاهلي لينتصر لأول مرة، حتى وإن كان بركلات الترجيح لأول مرة على فكرة في مواجهات الفريقين يصلون لركلات الترجيح. ستكون لأول مرة الأهلي يتفوق على الهلال في استاد الملك فهد في كأس ولي العهد، ومالك اللي حسمها في مباراة الهجر. مالك قد يضع الفلسطوب، قد يضع النهاية السعيدة للأهلاوية. مالك الأخضر شالها حسن العتيبي ويبقي المباراة في الملعب. العتيبي شالها ويبقي المباراة في الملعب. إثارة حتى في ركلات الترجيح، إثارة حتى في ركلات الترجيح. لا تزال الأفضلية للنادي الأهلي، إن ضاعت من الهلال تأهل الخضر يتأهلون في حالة إذا ما تفوق حارس مرماهم. هو محظوظ في ركلات الترجيح، ما صد ولا بلنتي، لكن بلنتيين راحوا برا. إن ضاعت على الهلال كرة هوساوي فالأهلي للدور نصف النهائي. أسامة بيحطها في المرمى، وركلة الحسم لدى الأهلاوية الآن. هل تتمدد ولا باي باي يا كالديرون؟ هل يجرد الهلال من لقبه بأمر راقي أم أن لحسن العتيبي كلمة؟ ثواني ونعرف النتيجة، ثواني ونعرف النتيجة. يا أخي الله يعين الجمهور، والله الله يعين الجمهور. كامل المر، الخضر والمر. كامل تقدم وحطها، شالها العتيبي، شالها حسن. مرة يا المر، بعد عن قاب قوسين او ادنى الاهلي من الصعود عاد الزعيم والجماهير اللي طلعت ما لها حق. الجماهير الهلالية اللي طلعت زعلت العتيبي، يقول لهم تطلعون وحسن موجود، أيوب كرة القدم السعودية موجود، خليفة الدعيع موجود. مرة يا مر، والآن للهلال ما هي راضية تنتهي. القرني بيحطها في المرمى، يا سلام، الولد الشاب يستحق الإعجاب، يضعها في المرمى ويفرح الصغار الهلاليين. أما الأهلاويين فالآن موقفهم هو موقف الهلاليين قبل شوي، موقف الهلاليين قبل شوي. الهلال له خطوة الآن في الأمام. جماهير الأهلي بعد هذه العودة وبعد فارق ركلتين في الترجيح تقلب بهذه الطريقة، سبحان الله. العتيبي وفيكتور بيلعبها، والعتيبي شالها، اللي ما بدلوه بدلها، واللي ما بدلوه ثبتها. والأحزاب الأخضر زعيم دربه خضر على حساب الأخضر. الزعيم قلبه خضر، الزعيم حضر والزعيم صاد. واردد واقول كاس ولي العهد حصريا حتى الآن الزعيم. الهلال بركلات الترجيح يتأهل للدور القادم. ألف مبروك للموج الأزرق،
للزعيم، للهلال، للكبير. هاردك يا أخضر، هاردك يا راقي، هاردك يا كبير يا أهلاوي. نشف طريق الهلاليين في الرياض في الأخير بعد أن قاب قوسين أو أدنى من الصعود الأهلي، وغادرت بعض جماهير الهلال. إذ بالعتيبي هاتريك يتصدى ل3 ركلات ترجيح على التوالي. هاتريك لحارس المرمى وهاردريك للأهلاوي. مشاهدينا الكرام، متابعينا، أية متعة عشنا في هذا المساء، أي ليلة قدر الله لنا أن نتفاعل معها، أن نعيش معها إثارتها يا جماعة، حتى في ركلات الترجيح. متعتها يا جماعة في كل ما حدث في هذا المساء من الأعماق. أيها الأهلاوي الكبير، أقول لك هاردلك، ومن الأعماق أيها الزعيم الكبير، ألف مبروك. ومن الأعماق أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة دائما وأبدا. خليكم على لاين سبورت، إنها عين المشاهد السعودي. عامر عبد الله المري كان معلقا واصفا، والله مستمتعا لما قدمه الكبيرين. أتحسف كثيرا على خروج الأهلي، وأبارك كثيرا على تفوق الهلال. الفاصل ومن ثم رصد ردود الأفعال في أرضية الملعب مع المراسلين. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.